السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة سنة تالتة إعدادي. النهاردة إن شاء الله حصة رقم 3 في الجبر. هناخد مع بعض النهاردة درس العلاقات. طيب درس العلاقات النهاردة بيتكون من إيه؟ درس العلاقات فيه 4 جزئيات رئيسية. النهاردة هنتكلم أولا في مفهوم العلاقة. أول جزئية هنتكلم على مفهوم العلاقة. بعد كده هنتكلم على حاجة اسمها بيان العلاقة. وبيان العلاقة ده شبه حاصل الضرب الديكارتي شوية، وهنعرفه بالتفصيل بالظبط. أصلا بنجيبه من خلال حاصل الضرب الديكارتي. وبعد كده هناخد شوية ملاحظات وأهمها متى تكون العلاقة دالة وأمثلة كتير عليها. بعد كده آخر جزئية حاجة اسمها العلاقة على مجموعة. هنفهم الجزئيات دي إن شاء الله النهاردة بالتفصيل، وهنحل عليهم مسائل من أهم المسائل اللي بتيجي في الامتحانات كل سنة. فيا ريت الناس تركز في كل دقيقة من الفيديو وتسجل معايا الملاحظات المهمة أول بأول. وهنتكلم أول حاجة في مفهوم العلاقة وبيان العلاقة. إيه هي العلاقة؟ العلاقة عبارة عن مجموعة جزئية من حاصل الضرب الديكارتي. العلاقة كده بالراحة كده مع بعض. إيه هي العلاقة؟ العلاقة من مجموعة س إلى مجموعة ص هي مجموعة جزئية من الضرب الديكارتي س ضرب ص. هتلاقي في كتاب المدرسة ليها مفهوم التعريف بتاعها أصلا إيه هو؟ قال لك العلاقة هي ارتباط يربط بعض أو كل عناصر س ببعض أو كل عناصر ص. العلاقة بين مجموعتين أو العلاقة من مجموعة س لمجموعة ص ارتباط، في علاقة أو في ارتباط بيربط عناصر من س مع عناصر من ص. ولذلك بنقول إن العلاقة طالما أنا هربط عناصر ببعض زي حاصل الضرب الديكارتي، كان كل عنصر من س بيرتبط بكل عناصر ص. هنا بيقول لك بقى بيربط بعض أو كل عناصر س ببعض أو كل عناصر ص. وبناء عليه فالعلاقات نقدر نقول إن هي حاجة أو جزء من حاصل الضرب الديكارتي. ولذلك بنقول إن العلاقة من مجموعة س إلى مجموعة ص بتكون مجموعة جزئية من الضرب الديكارتي س ضرب ص. طيب العلاقة دي زي ما اتفقنا إن هي مجموعة جزئية من الضرب الديكارتي، إذا عناصرها عبارة عن أزواج مرتبة. طيب الأزواج المرتبة دي بنختارهم منين؟ بنختارهم من خلال حاصل الضرب الديكارتي بناء على شرط معين أنا بديهولك في المسألة، وهنفهم الكلام ده بأمثلة. كلام جميل جدا. إيه بقى حكاية بيان العلاقة؟ أنت دلوقتي لو جيت تجيب حاصل الضرب الديكارتي لمجموعتين، مش أنت بتقول له س ضرب ص يساوي وتبدأ تكتب الأزواج المرتبة جوه أقواس مجموعة؟ آه. طب لو أنا عايز بقى أجيب علاقة بين مجموعتين، ما بقولوش س ضرب ص، لا، بقول له بيان العلاقة، بقول له بيان عين يساوي، وابدا اعمل له الازواج الايه المرتبه بتاعتي. يبقى بيان عين ده خاص بالعلاقه، لكن س ضرب ص يساوي ده بتاع الضرب الديكارتي. هما الاثنين في الاخر بيوصلونا لمجموعه الازواج المرتبه اللي بتحقق الشرط بتاعي. طيب تعال نشوف مثال، وفي خلال المثال ده نقراه مع بعض. ولما نقراه هنبدا نعرف شويه الحاجات دي كده مع بعض. اولا عندي هنا مثال بيقول لي إذا كانت المجموعة س تساوي 1 و3 و4. س فيها الثلاث عناصر دول، الواحد والثلاثة والأربعة، والصاد فيها 1 و2 و3 و4 و5. وكانت عين علاقة من س إلى صاد حيث ألف عين ب تعني أن ألف زائد ب يساوي 5. اكتب بيان عين ومثلها بمخطط سهم. واحدة واحدة. أنا مديلك س ومديلك صاد، وبقول لك أنا عندي عين دي عبارة عن إيه؟ دي علاقة من مين لمين؟ من س إلى صاد. خد بالك معايا لأنك لازم تبقى فاهم وعارف كويس العلاقة من مين إلى مين. العلاقة دي من س إلى ص. عارف معناه إيه الكلام ده؟ لما أقول لك علاقة من س إلى ص، يعني في كل زوج مرتب أنت هتعمله بتاخد المسقط الأول من أول حاجة اللي هي س، والمسقط الثاني من تاني حاجة اللي هي ص. يبقى علاقة من س إلى ص، يبقى هاخد المسقط الأول من س والمسقط الثاني من ص. طيب بعد كده بيقول لك حيث ألف عين ب تعني أن. مين ألف عين ب دي؟ ألف عين ب، ألف وب دول بيكون عبارة عن مساقط زوج مرتب. أي زوج مرتب ألف وب، أهو ألف وب دول هم المساقط بتاعة الزوج المرتب. طب عارف بقى يعني إيه حرف العين ده معناه إيه؟ يعني بيقول لك ألف علاقته بب، يعني علاقة ألف بب. حتى أنا موضحها لك وكاتبها لك هنا. بقول لك المقصود بجملة ألف عين ب معناها إيه؟ يعني علاقة ألف وب مع بعض. مين الألف ده بيبقى المسقط الأول، ومين ب ده بتبقى المسقط الثاني في الأزواج المرتبة. يبقى في كل الأزواج المرتبة اللي معايا المسقط الأول ألف والمسقط الثاني ب، تعني أن يعني علاقتهم إيه ببعض؟ بص كده، ألف زائد ب يساوي 5. العلاقة اللي بينهم إن مجموعهم 5. ألف اللي هو المسقط الأول لما أجمع مع ب اللي هو المسقط الثاني هيديني كام؟ هيديني 5. دي الأزواج المرتبة اللي أنا هكونها. يقول لي اكتب بيان عين.
طيب أنا دلوقتي هكتب بيان عين. تعالى كده نبدأ نكتب بيان عين يساوي. لما اجي دلوقتي اكتب بيان العلاقه اللي معايا، احنا خلاص اتفقنا ان المسقط الاول هجيبه من س، لان هو قال لي العلاقه دي من س الى ص، فالمسقط الاول هجيبه من س. مين المسقط الاول في الازواج المرتبه؟ اللي هو بيبقى الف. يبقى انا عندي دلوقتي لو كان مثلا الالف بواحد، دلوقتي لو كان المسقط الاول معايا هو الواحد، لان انا قلت المسقط الاول هجيبه من س، فلو كان المسقط الأول هو واحد، بعد إذنك قول لي المسقط الأول اللي هو الألف ده، لو كان الألف بواحد، الواحد زائد كام هيديني 5؟ الواحد محتاج عشان يبقى 5 4، يبقى الواحد ده يرتبط بالأربعة. طيب التلاتة عاوزة كام عشان تبقى 5؟ عاوزة 2. طب الأربعة عاوزة كام عشان تبقى 5؟ عايزة 1. طريقة سهلة جدا، بالراحة. انا دلوقتي معايا المسقط الاول من س، فاي واحده من الثلاثه دول اقدر اسميها الف، اقدر اقول ان الواحد ده الف، ان الثلاثه دي الف، ان الاربعه دي الف. عاوز ايه منهم؟ محتاج منهم اي واحده من الخمس حاجات دول اسمها ب. بعد اذنك لو كانت الالف بواحد، الواحد ده مش انا عاوز الالف زائد ب يساوي 5، الواحد عاوز كام عشان يبقى 5؟ عاوز 4، يبقى الواحد يرتبط بالأربعة. يبقى في بيان عين الواحد يرتبط بالأربعة. فأنا عندي الزوج المرتب ده عبارة عن ألف وب زي ما اتفقنا، فعلا الألف وب دول لو جمعتهم يديني 5. طب نكمل كده، أنا الواحد ارتبط بمين؟ بالأربعة. طيب التلاتة هترتبط بمين؟ التلاتة عاوز عشان تبقى 5 2، يبقى التلاتة ترتبط بالاتنين، يبقى تاني زوج مرتب هو 3 و2. اللي بعده، طيب معايا تالت مسقط معايا او تالت عنصر من عناصر س هو الأربعة. الأربعة عشان تبقى 5 عايزة واحد، يبقى الأربعة ترتبط بالواحد أهو. بس كده بمنتهى السهولة أنا كده جبت له بيان عين. طب واحد يقول لي افرض يا مستر مثلا كانت المجموعة ص دي ما فيهاش العنصر اللي اسمه واحد، وجيت دلوقتي الأربعة عايزة واحد عشان تبقى 5، فالصاد ما فيهاش واحد، كده الأربعة ترتبط بمين؟ ساعتها الأربعة مش هترتبط بحد، ومش هيبقى فيه هنا زوج مرتب أصلا مسقطه الأول 4. يعني الزوج المرتب 4 و1 ده ما كانش هيبقى موجود، كان هيبقى بيان العلاقة هو 1 و4 و3 و2 بس. يبقى أفهم من الكلام ده إيه؟ أفهم من الكلام ده إن أنا لازم بعد ما باخد المسقط الأول وأشوف محتاج كام عشان يبقى هو المسقط التاني، أتأكد إن المسقط التاني ده موجود في المجموعة ص. لو المسقط التاني موجود في المجموعة ص خلاص هبدأ أكون الزوج المرتب. طب لو مش موجود يبقى كده الزوج المرتب ده مش هيحصل، والمسقط ده خلاص ملوش صورة في المجموعة التانية. طيب لحد هنا كلام زي الفل. جه بعد كده في السؤال قال لي عايز امثلها بمخطط سهمي. والله احنا خلاص حفظنا مخطط السهم ده من المرة اللي فاتت. انا عندي مجموعتين، المجموعة س والمجموعة ص. تعالى اكتبهم فوق شوية عشان المكان بس. ادي المجموعة س والمجموعة ص. دلوقتي المجموعة س مين عناصرها؟ الواحد والتلاتة والأربعة، أحطهم طبعا جوه مستطيل زي ما أنت ما فاكر. بعد كده المجموعة ص مين عناصرها؟ واحد واتنين وتلاتة وأربعة وخمسة، برضو أحطهم جوه مستطيل. طيب بعد كده واحدة واحدة في اللي حاصل الضرب الديكارتي كنت بخرج سهم من كل عنصر من عناصر س لكل عناصر ص. هل هنا في العلاقات بنعمل الكلام ده؟ لا. امال هنا بنعمل ايه؟ بخرج سهم من كل عنصر من عناصر س بالعنصر اللي ارتبط بيه في ص. فمثلا مش الواحد ارتبط بالاربعة، يبقى الواحد يخرج منها سهم لحد الاربعة. طيب التلاتة ارتبطت بالاتنين، يبقى يخرج منها سهم للاتنين بس. الاربعة خرج منها سهم للواحد لان هي ارتبطت بالواحد. يبقى انا هنا مش همشي بقاعدة التوزيع زي ما عملنا قبل كده فحصل الضرب الديكارتي في كل عنصر من س اوزع عليه اسهم لكل العناصر بتاعة ص. لا، انا بخرج من س سهم للحاجة اللي ارتبط بيها بس. فمثلا لو كان زي ما انا ما قلت لك مثلا ما كانش فيه في المجموعة ص العنصر اللي اسمه واحد، فكانت الاربعة مش هترتبط بحاجة، كانت الاربعة دي ساعتها مش هخرج منها اي اسهم. لو كان الواحد يعني اللي المفروض ترتبط بيه مش موجود معايا. انا كده عرفت ازاي اعمل المخطط السهمي، ونفس الكلام في المخطط البياني هناخدها بمثال دلوقتي. بس تعالى قبل ما ناخد مثال تاني نشوف شوية الملاحظات دي كده نكملها. انا اتفقت معاك ان لو كانت العلاقة من س الى ص بيبقى المسقط الاول باخده من س والمسقط التاني باخده من ص. طب افرض كانت العلاقة العكس، من ص لس، يبقى هعمل العكس. لو كانت العلاقة من ص لس يبقى المسقط الاول هجيبه من ص والمسقط التاني هجيبه من س. يبقى لو العلاقة من س إلى ص اللي بعد كلمة من باخد منه المسقط الأول، أما اللي بعد إلى باخد منه المسقط التاني.
يبقى العلاقة من س لص، يبقى س هجيب منها المسقط الأول وصاد المسقط التاني. طب لو من صاد إلى س، يبقى صاد هي اللي أنا هجيب منها المسقط الأول وس هجيب منها المسقط التاني. واتفقنا إن كلمة أ ع ب معناها إن الزوج المرتب أ وب دوت بيرتبط ببعضه، والزوج المرتب أ وب طالما موجود في بيان العلاقة، يبقى أنا معايا كده أ ع ب معناها إن الزوج المرتب دوت بينتمي لبيان العلاقة. لكن عارف، ركز كده معايا في الكلمة اللي هقولها دي، ألف ليست على علاقة بب. شايف ده أنا قرأتها إيه؟ العين لو فيها خط كده بيلغيها زي ما يكون بيلغيها، يعني بنقول إن ألف ليست على علاقة بب. يعني إيه؟ يعني مفيش زوج مرتب اسمه ألف وب موجود في العلاقة اللي معايا، موجود في بيان العلاقة، وبالتالي ألف ليست على علاقة ب معناها إن الزوج المرتب ألف وب لا ينتمي إلى بيان العلاقة عين. جميل، تعالى ناخد شوية أمثلة على الموضوع دوت وبعد كده نخش في الجزئية اللي بعده اللي هي الدالة. عندنا المثال التاني معايا، والمثال ده مهم جدا، يا ريت الناس تركز فيه عشان لما بيجي في الامتحانات الناس بتتلخبط فيه. بيقول لي إيه؟ بيقول لي إذا كانت س تساوي سالب واحد وواحد واتنين، وص تساوي اتنين وأربعة وستة وتمانية، وكانت عين علاقة من س إلى ص. فهمنا خلاص يعني إيه علاقة من س إلى ص؟ يبقى المسقط الأول هجيبه من س والمسقط التاني هجيبه من ص. حيث أ ع ب، يبقى في كل زوج مرتب أ وب علاقتهم ببعض إيه؟ بص كده بيقول لك العلاقة إيه؟ ب تساوي 2 أ زائد 4. عشان كده بقول لك مهمة جدا ويا ريت نركز فيها. إزاي؟ مهما كان شكل العلاقة أعرف أوجدها بكل سهولة. ده اللي هنتعلمه مع بعض في المثال ده. الأول، مش إحنا قلنا أ ع ب يعني أ علاقته ب يعني الزوج المرتب أ وب، وأ المسقط الأول يبقى جاي من المجموعة الأولى اللي هي س، وب المسقط الثاني يبقى جاي من المجموعة الثانية اللي هي ص. أ جاي من المجموعة الأولى اللي هي س، مش كده معناه زي ما قلت في المثال اللي فات إن الثلاث عناصر بتوع السين دول أي واحد منهم أقدر أسميه أ؟ فأقدر مثلا أقول إن الألف بسالب واحد، فأقدر أقول له عند أ تساوي سالب واحد، وأقدر أقول إن الألف بتساوي واحد أقول له عند أ تساوي واحد، وأقدر أقول له لما الألف بتساوي اتنين. طيب ايه اللي انا هعمله؟ مش انا عاوز اوجد ب؟ طيب هي الب اصلا بتساوي ايه؟ مش انا بقول لك في البيان هنا او القاعدة اللي انا همشي بيها ان الب تساوي 2 أ زائد 4؟ طب ما اطبق الكلام ده على الثلاث ألفات. هنا لو كانت الألف بتساوي سالب واحد، مش الب بتاعتها عبارة عن 2 أ معناها 2 في أ زائد 4. الألف هنا بكام؟ أنا بقول لك لما الألف بسالب واحد. طيب احسب الحسبة دي، 2 في سالب واحد بسالب 2، سالب 2 زي 4 تدينا موجب 2. يبقى أنا عندي كده لو كانت الألف سالب واحد الب بتاعتها تبقى 2، يعني السالب واحد من السين يرتبط بالاتنين بتاعة الصاد، يبقى السالب واحد أنا عرفت إن هي ترتبط بالاتنين. طب تعالى نشوف لو كانت الألف بواحد نجيب الب بتاعتها. الب بتاعتها هتساوي إيه؟ 2 في الألف اللي هي بواحد زائد 4، ماشي بالقاعدة اللي هو مديها لي. 2 في واحد باتنين، 2 زائد 4 6. يبقى لو كانت الألف بواحد الب بتاعتها تبقى كام؟ تبقى 6. يبقى لو الألف بواحد هترتبط بالب اللي هي 6. طب تعالى نشوف لو كانت الألف باتنين نجيب الب بتاعتها. هي مش الب عبارة عن 2 ألف، يعني 2 في ألف اللي هي 2 هنا زائد 4، 2 في 2 ب4 زائد 4 تساوي 8. يبقى إيه اللي أنا بعمله بالظبط؟ أنا عرفت مين الألفات وعرفت القاعدة اللي أنا هجيب بيها الب، فمسكت عناصر السين سميت كل عنصر منهم ألف وعوضت بالعنصر ده في القاعدة بتاعة الب عشان أوجد الب المناظرة ليه. فلو كانت الألف بسالب واحد قلنا الب بتاعتها باتنين، لو كانت الألف بواحد الب بتاعتها بستة، لو كانت الألف باتنين الب بتاعتها بتمانية، يبقى الاتنين هترتبط بالتمانية. طبعا طالما العناصر بتاعت السين الحاجات اللي هترتبط بيها موجودة بالفعل في صاد، يبقى كده ينفع عاد اكتب الأزواج المرتبة بتاعتهم، وبالتالي هقدر أقول له كده إن بيان العلاقة اللي معايا بيساوي إيه؟ واحدة واحدة. احنا قلنا السالب واحد هيرتبط بمين؟ قلنا السالب واحد هيرتبط بالاتنين، وبعده اللي الواحد هيرتبط بمين؟ الواحد ارتبط بالستة، وبعده الاتنين ارتبطت بمين؟ ارتبطت بالتمانية. كده انا قدرت اجيب له بيان عين بكل سهولة، طريقة سهلة جدا وبسيطة جدا. طب عايز امثل الكلام ده بمخطط سهمي زي ما اتفقنا. السالب واحد ارتبط بمين؟ السالب واحد ارتبط بالاتنين، يبقى هيخرج سهم من السالب واحد للاتنين بس. نوزع الاسهم هنا زي ما كنا بنعمل في الضرب الديكارتي. طب نفس الكلام الواحد ارتبط بمين؟ الواحد ارتبط بالستة،
طب الاتنين ارتبطت بمين؟ الاتنين ارتبطت بالتمانية. كده انا قدرت خلاص اجيب له بيان العلاقة. المثال اللي بعده بيقول لي اذا كانت س تساوي 2 و3 و5 وص تساوي 4 و6 و8 و10، ايه المعلومات الباقية؟ قال لي عين علاقة من س إلى ص، يبقى المسقط الأول أجيبه من س والمسقط الثاني من ص، حيث أ ع ب الزوج المرتب أ وب. إيه العلاقة اللي بتربط العناصر بتاعته أ وب؟ قال لي إن الألف بيساوي نص الب، ألف نص الب. ركز كده في العلاقة، ألف نص الب. مثلا لو أنا قلت لك إن الألف دي وليكن 10، فأنا بقول لك أ بتساوي نص الب، هي العشرة نص مين؟ لا اوعى تقول لي 5، العشرة دي نص ال20. يبقى لو كان مثلا الألف بتساوي وليكن 10، ساعتها الب بتساوي 20، لأن أنا بقول لك الأستاذ ألف ده قد مين؟ قد نص الب. فأنت كل عنصر معاك من عناصر ألف تشوف الرقم ده أصلا المفروض يبقى نص مين. طب هو أي عدد بيبقى نص مين؟ بيبقى نص ضعفه. فمثلا لو كانت الألف ب10 مش ضعفه 20، يبقى لو الألف نص ب، يبقى لو الألف بواحد الب ب2، لو الألف ب5 الب ب10، لو الألف ب60 الب ب120، وهكذا. يبقى أنا فهمت خلاص يعني إيه جزئية ألف نص ب. تعالى كده بقى نحل المثال ده كده مع بعض. حاول دايما تقدر تبسط لنفسك العلاقة بأكبر شكل ممكن، لأن ده هيساعدك في إن أنت تحل المسألة. أنا دلوقتي عايز أجيب بيان العلاقة، عايز أجيب بيان العلاقة اللي معايا. ادي دلوقتي فتحت القوس. بعد اذن حضرتك احنا قلنا الالف هنجيبه من السين في المسألة دي، فعندك هنا 3 الفات، لو الالف ب2، لو الالف ب3، لو الالف ب5. الاتنين نص مين؟ مش انا بقول لك الالف ده نص الب؟ الالف لو هو ب2، الاتنين دي بتساوي نص مين؟ الاتنين دي نص الاربعة، يبقى الاتنين ترتبط بالاربعة. طب بنفس الكلام التلاتة نص مين؟ نص الستة. طب بنفس الكلام الخمسة نص مين؟ نص العشرة. يبقى كده أنا عرفت إن الاتنين هترتبط بالأربعة، وإن التلاتة هترتبط بالستة، وإن الخمسة هترتبط بالعشرة. كده أنا قدرت أجيب له بيان العلاقة بكل سهولة. طب عايز أمثل الكلام ده بمخطط بياني سهل جدا. شايف المخطط البياني اللي قدامك ده؟ زي ما احنا عرفنا خلاص بنعمله ازاي. المجموعة الأولى س رسمتها تحت، والمجموعة التانية ص رسمتها هي الايه المحور الرأسي كده. طيب بعد كده عناصر السين 2 و3 و5، وعناصر الصاد 4 و6 و8 و10. بعمل ايه هنا؟ بطلع خطوط من كل عناصر السين ومن كل عناصر الصاد. برضو يا مستر؟ برضو يا مستر. هطلع من هنا كده خط، واطلع برضو من التلاتة خط، واطلع من الخمسة خط. بعد كده نفس الكلام في الأربعة وفي الستة وفي التمانية وفي العشرة. طب بعد كده يا مستر هعمل ايه؟ هقعد برضو اظلل كل نقط التقاطع بين الخطوط دي؟ لا طبعا. زي ما انا ما بخرجش اسهم غير من عناصر س اللي ارتبط بيها بعناصر ص، هنا هعمل كده برضو. مش الاتنين ارتبطت بالاربعة، يبقى في نقطة هتتظلل من الاتنين للاربعة فقط لا غير. مش التلاتة ارتبطت بالستة، يبقى هاجي من عند التلاتة اطلع فوق لحد ما بقى قصاد الستة، وهي دي النقطة اللي هتتظلل. وكذلك الخمسة ارتبطت بالعشرة فقط لا غير. مسألة سهلة جدا وفي منتهى السهولة. يا ريت تحاول تحلها تاني مع نفسك، خبي الحل وحاول تحلها تاني مع نفسك. تعال نشوف كمان شوية أمثلة كده على الجزئية دي، بعد كده تاخد مثال أنت تحله لوحدك. هنا معايا مثال بيقول لي إذا كانت س تساوي -1 و0 و1 و2 و3 وص تساوي 0 و1 و4 و6 و9، وكانت هنا علاقة من س إلى ص. اتفقنا خلاص، يعني المسقط الأول أجيبه من س والمسقط الثاني هجيبه من ص، حيث أ ع ب أي زوج مرتب أ وب، أ المسقط الأول وب المسقط الثاني علاقتهم ببعض إيه؟ أ أس 2 تساوي ب. يعني إيه أ أس 2 تساوي ب؟ العلاقة دي اللي أنا هستخدمها في إن أنا أجيب الأزواج مرتبة. بالراحة كده معايا، يعني إيه أ أس 2 اللي خدناها في سنة أولى إعدادي دي؟ أي حاجة أس 2 أو الحاجة تربيع معناها الحاجة مضروبة في نفسها، يبقى أ أس 2 معناها أ في أ. فأنا بقول لك إن كل عنصر اللي هو أ، كل مسقط أول لما أضربه في نفسه الناتج أ في أ اللي هي أ أس 2 هيديني ب. يبقى أنا بكل بساطة، مش أنا قايل لك إن الألف هجيبه من السين، يبقى كل عناصر س دي هعتبرها أ، وأعمل إيه في كل عنصر من دول اللي هو كل أ من دول؟ هضربه في نفسه عشان أعرف الب بتاعته تبقى بكام. فأنا لو مسكت أول عنصر اللي هو -1 وضربته في نفسه، -1 في -1 بموجب 1، يبقى -1 يرتبط بالموجب 1. يبقى لو أنا هبدأ أكتب بيان العلاقة معايا، بالراحة كده، عندك -1 هيرتبط بالواحد. طيب بعد كده
لو جيت الألف اخترتها صفر اللي هي بعدها على طول بعد السالب واحد معايا هنا الصفر. إلا دلوقتي الصفر لما أضربه في نفسه صفر في صفر بصفر، يبقى الصفر يرتبط بالصفر، يبقى صفر يرتبط بصفر اللي بعده. طب دلوقتي لو الألف بواحد، واحد في واحد بواحد، يبقى الواحد ده يرتبط بالواحد. طيب بعدها لو كانت باتنين، لو الألف باتنين، اتنين في اتنين بأربعة، يبقى الاتنين ترتبط بالأربعة أهو، اتنين بأربعة. طب بعدها آخر واحدة لو كانت تلاتة، أضربها في نفسها، تلاتة في تلاتة بتسعة، يبقى التلاتة ترتبط بالتسعة. بسيطة جدا جدا جدا. يبقى العلاقة بيقول لي ألف أس اتنين تساوي ب، يعني الألف لما أضربه في نفسه الناتج هو الب، الناتج هو العنصر التاني، الناتج هو المسقط التاني. فعرفت عن طريق كل ألف أخدها جبت لها المسقط التاني بتاعها. كتبت له بيان عين عاوزنا أمثلها له بمخطط سهمي وبمخطط بياني. خلاص فهمنا لعبتهم. فالمخطط السهمي هعمل إيه؟ هجيب له السين وبعدها الصاد، آدي هنا السين وبعدها شوية الصاد. السين تحتها عناصرها سالب واحد صفر واحد اتنين تلاتة، بحطهم جوه مستطيل. طبعا انت هتسطر بقى بمسطرة وقلم رصاص. طيب الصاد عناصرها صفر وواحد وأربعة وستة وتسعة، برضه احطهم جوه مستطيل. قلنا ما بنخرجش سهم من كل عنصر من عناصر س لكل عناصر صاد، لا، بخرج للي ارتبط بيه بس. السالب واحد ارتبط بمين؟ السالب واحد ارتبط بالواحد. طيب الصفر ارتبط بالصفر. طب الواحد ارتبط بالواحد، الاتنين ارتبطت بالأربعة، والتلاتة بالتسعة. ده المخطط السهمي. طب لو أنا عايز أعمل المخطط البياني نفس الطريقة بقى كده، تعالى كده في المخطط البياني كنا بنعمل مستطيل تحت ومستطيل تاني كده يكون رأسي. طيب بعد كده المستطيلين دول اللي تحت بنسميه السين واللي فوق ده بيبقى هو الصاد. السين عناصرها سالب واحد وصفر وواحد واتنين وتلاتة. طب والصاد عناصرها صفر واحد وأربعة وستة وتسعة. هعمل إيه بعد كده؟ من كل عنصر من عناصر س وكذلك عناصر ص بخرج منه سهم. فهنا مثلا لو هبدأ بالصاد أخرج منه كده، مش سهم آسف، بنخرج يعني خط كده، خط مستقيم تبقى خطوط كلها متوازية. طبعا أنت هترسم في شبكة تربيعية متعامدة فتبقى مراعي إن المسافات اللي بتبقى هنا دي تبقى كلها إيه قد بعض، اللي هي بتبقى مربع كبير من المربعات اللي في الكراسة بتاعة الرسم البياني. وهنا نفس الكلام كده اهو. انا نظبط ده. بعد ما انا ما جيت خلصت التخطيط ده بقى ابدا اشوف السالب واحد ارتبط بالواحد، يبقى في السين السالب واحد ما اعملش نقطه غير قصاد السالب واحد والواحد بس اهي هنا. طب والصفر ارتبط بالصفر. طب والواحد ارتبط بالواحد. الاتنين ارتبطت بالاربعه، عند الخط بتاع الاتنين ده كده اعمل نقطه عند ايه قصاد الاتنين والاربعه بس اهي. التلاته ارتبطت بالتسعه فقط لا غير. مسألة فكرتها بسيطة جدا جدا جدا. تعال نشوف المسألة اللي بعدها. المسألة اللي بعدها معايا بيقول لي إذا كانت س تساوي 2 و4 و5 وص تساوي 1 و2 و4، وكانت عين علاقة من س إلى ص حيث أ عين ب تعني أن أ أكبر من ب. تعالى كده نركز في العلاقة دي. أ أكبر من ب، لكل أ تنتمي لس وب تنتمي لص. مش احنا معانا الألف موجودة في السين، يعني أقدر أعتبر إن السين عناصرها هي الألفات. تعالى أحلها معاك بطريقة جديدة كده. ادي الالف وادي الب. الالف هو عناصر س، ولنفترض او مش هنفترض، ده هي كده بالفعل الالف باتنين واربعة وخمسة اللي هي عناصر س حطيتها تحت بند الالف دي الالف. طب مش عناصر صاد هي الب اللي هي واحد واتنين واربعة. عايز اعرف كل الف من الالفات دي ترتبط بمين في الب بناء على العلاقة اللي مديها لي. هي العلاقة قال لك ايه؟ قال لك ده الالف اكبر من ب. فهمسك الالفات، امسك ابدا بالاتنين مثلا. الاتنين اكبر من مين في البهات دي؟ الاتنين اكبر من الواحد. بس هل الاتنين اكبر من الاتنين؟ لا، متساويين. هل الاتنين اكبر من الاربعة؟ لا. يبقى اقدر اقول ان الاتنين هترتبط بالواحد بس. طب الاربعة اكبر من مين في البهات؟ عندك الاربعة اللي هي الالف التانية دي اكبر من الواحد واكبر من الاتنين. طب بنفس الطريقة الخمسة اكبر من مين؟ الخمسة اكبر من الواحد واكبر من الاتنين واكبر من الاربعة. بسيطة جدا جدا جدا. يبقى انا هقول له بيان عين يساوي. عندك اول واحدة الاتنين اكبر من مين؟ قلنا اكبر من الواحد. طب بعد كده الاربعة اكبر من مين؟ الاربعة قلنا اكبر من الواحد واكبر من الاتنين. طب بعد كده الخمسة قلنا الخمسة اكبر من الواحد واكبر من الاتنين واكبر من الاربعة.
يبقى ارتبطت بيهم كلهم. علاقة بسيطة جدا وسهلة وبتيجي كتير في الامتحان. طب عايز بعد كده مثلها بمخطط سهم وبمخطط بياني، انت خلاص عرفتهم، حاول انت بقى تعملهم لوحدك. وقف الفيديو واعملهم لوحدك وشوف بعد كده كمل. المثال اللي بعد كده معايا مثال بسيط جدا شبه أول مثال عملناه. بيقول لي إذا كانت س تساوي 1 و3 و4 و5 وص تساوي 1 و2 و3 و4 و5 و6، وهنا علاقة من س لص حيث أ ع ب تعني أن أ زائد ب تساوي 7. العلاقة اللي بين المسقط الأول والمسقط الثاني اللي هم أ وب إن مجموعهم 7. فأنا بكل بساطة دلوقتي لو قلت الألفات هناخدها من السين، فلو الألف بواحد، الواحد محتاج كام عشان يبقى 7؟ محتاج 6. فالواحد محتاج أجمع معاه 6 عشان يبقى 7، يبقى الواحد يرتبط بالستة. طيب التلاتة عشان تبقى 7 محتاجة 4. طب الأربعة عشان تبقى 7 محتاجة 3. طب الخمسة عشان تبقى 7 محتاجة 2. فكرته زي أول مثال أخدناها، بسيط جدا جدا جدا. تعالى نكتب بيان عين والتمثيل بالمخطط السهمي والبياني، انت عاملهم لوحدك. يبقى هنا عندنا بيان عين بيقول لي اول حاجة ايه؟ الواحد قلنا هيرتبط بالستة، بعدها قلنا التلاتة هترتبط بالاربعة، واللي بعدها الاربعة هترتبط بالتلاتة، والخمسة هترتبط بالاتنين. كده جبت له بيان العلاقة. عايز امثلها بمخطط سهمي وبياني، انت حلهم بقى. تعال نشوف الجزئية اللي بعد كده مهمة جدا في السؤال ده. بيقول لي هل 5 عين 4، آسف 5 عين 2. هو يعني ايه 5 عين 2؟ مش احنا واحنا بنشرح في الأول فهمتك إن كلمة ألف عين ب معناها ألف وب دول زوج مرتب ومرتبطين في العلاقة؟ كلمة ألف عين ب معناها إن في زوج مرتب مسقطه الأول ألف ومسقطه التاني ب بينتمي لبيان العلاقة عين. لكن لو كنت قلت لك ألف ليست على علاقة ب، كنت بتقول إن الزوج المرتب ده مش موجود في بيان العلاقة. تمام كده معايا؟ طب جميل جدا. أنا بقول لك هل 5 عين 2؟ هل في زوج مرتب معانا مسقطه الأول 5 ومسقطه التاني 2؟ تعال نشوف. ده لا، ده لا، ده لا، ده في أهو زوج مرتب اسمه 5 و2 أهو. يبقى كده في حكاية هل 5 عين 2 أقول له 5 عين 2 فعلا. ليه؟ أو أقول له نعم. ده تاني سؤال. نعم 5 عين 2 لأن الزوج المرتب اللي اسمه 5 و2 بينتمي إلى بيان العلاقة. مفيهاش أي مشكلة خالص. تعالوا نشوف تالت سؤال برضو مهم جدا، وفكرته الأفكار دي بتتكرر كتير في الامتحان فياريت نركز فيها. تالت واحد بيقول لي إيه؟ بيقول لي إذا كان 1 عين ك فأوجد ك. يعني إيه 1 عين ك؟ مش أنا قلت لك ألف عين ب يعني الزوج المرتب ألف وب بينتمي لبيان العلاقة؟ طب يعني إيه 1 عين ك؟ معناها الزوج المرتب واحد وكاف بينتمي لبيان العلاقة. معناه إيه الكلام ده؟ ركز في الكلمة اللي هقولها. معناها إن في زوج مرتب مسقطه الأول واحد موجود في بيان العلاقة، وتعالى ندور عليه. مين في الأربع أزواج مرتبة دول مسقطه الأول واحد؟ الزوج المرتب الأولاني ده اللي هو اسمه 1 و6. طب ما هو 1 و6 موجود في بيان عين وهو ده الزوج المرتب اللي مسقطه الأول واحد، يبقى أكيد مسقطه التاني 6 اللي هو مين هنا؟ مسقطه التاني كاف. يبقى الكاف اللي أنا عاوزها دي اللي هي المسقط التاني هي فعلا ال6. يبقى أنا كده أقدر أقول له إن الكاف بتساوي 6. مسألة في منتهى الروعة وبتيجي كتير في الامتحان، يا ريت تركزوا فيها. تعالى بقى خد مثال أنت حله، وبعد كده ابقى اشوف حل بتاعه كده اتاكد من الحل بتاعك. فكره المثال ده بيقول لك اذا كانت س تساوي 2 و3 و4 وص تساوي 6 و8 و10 و11 و15 وهنا علاقه من س لص حيث ا عين ب تعني ان ا تقسم ب. يعني ايه كلمه تقسم ب دي بقى؟ هشرحها لك وانت حل السؤال لوحدك. ا تقسم ب يعني ب بتقبل الاسم على ا. اوضحها لك كده مثلا بمثال تاني بعد اذن حضرتك. انت دلوقتي لو معاك سكينه وبطيخه، هو دلوقتي يعني ايه السكينة بتقطع البطيخة او بتقسم البطيخة؟ معناها ان البطيخة الحاجة اللي ينفع تقسمها نصين هي السكينة، ناخدها بالعكس. فكلمة أ تقسم ب معناها ان ب بتقبل الاسم على أ. عايزك تحفظها صم زي اسمك عشان لو جات لك في اي وقت تفتكرها. يبقى كلمة أ تقسم ب معناها ايه؟ معناها ب بتقبل الاسم على أ. طيب ب بتقبل الاسم على أ. بعد إذن حضرتك كده تعالى كده إيه، أنت المفروض خلاص كده فهمت الفكرة، حاول تحلها لوحدك.
وقف الفيديو وحاول تحلها لوحدك، بعد كده كمل الشرح معايا. هنا دلوقتي بقول لك ان الب بتقبل الاسم على الف، فانا المره دي هبدا من الب مش من الالف. مش الب هنا هي العناصر بتاعه الصد، فانا لو مسكت الاستاذه 6 مثلا وقلت دي اول ب معايا، الستة بتتقسم على مين؟ هجرب هنا. الستة هل بتتقسم على الاتنين؟ اه، 6 على 2 فيها 3، يبقى الستة ترتبط بالاتنين. طب هل بتتقسم على التلاتة؟ 6 على التلاتة فيها 2، يبقى ترتبط بالتلاتة. طب هل الستة بتتقسم على الأربعة؟ لو جربتها على الآلة هتقول لك بتساوي 3 على 2، اديت لك كسر. كلمة بيقبل القسمة يعني الناتج بيكون عدد صحيح في الآخر مش كسر. يبقى الستة ينفع تتقسم على الاتنين وعلى التلاتة، يبقى الستة ترتبط باتنين وتلاتة. تعالى كده نبدأ نكتب بيان عين. بص بقى الغلطة اللي الناس بتقع فيها، احنا قلنا الستة هتقبل على الاتنين والتلاتة، يبقى الستة ترتبط بالاتنين وتلاتة. يجي ناس تقول لي أول زوج مرتب 6 واتنين والتاني 6 وتلاتة. لا، عشان المسقط الأول بجيبه من السين هنا عشان أقلل العلاقة من س إلى ص، يبقى أنا المسقط الأول أجيبه من السين. الاتنين ارتبطت بالستة وكمان التلاتة ارتبطت بالستة. فيها مشكلة دي؟ طيب بعد كده، بعد ما أخدت أول ب الستة وشفتها بتقبل الاسم على مين، أخد التمانية. تاني ب التمانية بتقبل الاسم على الاتنين وبتقبل الاسم على الأربعة، يبقى التمانية ترتبط بالاتنين وترتبط بالأربعة. يبقى أقدر أقول إن أنا عندي زوجين مرتبين التمانية موجودة فيهم. طيب قلنا بنبدأ بالسين، يبقى عندنا دلوقتي التمانية قلت لك ترتبط بالاتنين والأربعة، قلت لك ببدأ بالسين الأول عشان هو قال لي العلاقة من س لصاد. يبقى عندي زوج مرتب اسمه 2 و8 وزوج مرتب اسمه 4 و8. طيب بعد كده شوف العشرة. عندك العشرة هتقبل الاسم على مين؟ نفس الكلام، العشرة هتقبل الاسم على الاتنين بس. العشرة ولا بتتقسم على التلاتة ولا بتتقسم على الأربعة، مش هتدي لك أعداد صحيحة. يبقى العشرة طالما ترتبط بالاتنين بس أبدأ بالسين، يبقى الاتنين ترتبط بالعشرة. طب إيه كمان بعدها؟ الحداشر. الحداشر ده عدد أولي. يعني إيه عدد أولي؟ يعني ما بيتقسمش أصلا على أي حاجة غير نفسه والواحد الصحيح فقط لا غير. فال11 مش هترتبط ولا بالاتنين ولا بالتلاتة ولا بالأربعة، يبقى ال11 كده بره اللعبة. طب بعد كده فاضل ال15. هل ال15 بتتقسم على الاتنين؟ لا. بتتقسم على التلاتة؟ اه، 15 على 3 فيها 5، يبقى ال15 ترتبط بالتلاتة وببدأ بالسين الأول، يبقى في زوج مرتب اسمه 3 و15. يبقى أنا كده قدرت خلاص أوجد كل الأزواج المرتبة اللي موجودة في بيان العلاقة. مسألة فكرتها مهمة جدا. يبقى يعني ايه كلمة ألف تقسم ب؟ يعني ب بتقبل الاسم على ألف، بتبدأ بالبهات الأول وتشوف كل عنصر من عناصر الصاد ده بيقبل الاسم على مين في عناصر السين، وبتعمل معاه أزواج مرتبة. وما تنساش إن الزوج المرتب يبدأ بعناصر س الأول، بعد كده الحاجة اللي أنت بتشوفها في الصاد اللي أنت معتبرها ب. لحد هنا الأفكار زي الفل. هل ممكن يجيب لي ألف تقسم ب دي بفكرة تانية؟ هو في شكل تاني من المسائل، بدل ما يقول لك مثلا ألف تقسم ب، ممكن يجي في مسائل يقول لك ألف عامل من عوامل ب. يعني ايه ألف عامل من عوامل ب؟ ايه هي أصلا عوامل العدد؟ عوامل أي عدد هي قواسمه. فمثلا لو معايا مثلا عدد اسمه 8، مين عوامل التمانية؟ يعني التمانية بتتقسم على مين؟ التمانية بتتقسم على الواحد وبتتقسم على الاتنين وبتتقسم على الأربعة وبتتقسم على نفسها اللي هي التمانية. فأقدر أقول له إن الواحد والاتنين والأربعة والتمانية دول عوامل التمانية. فكلمة عامل من عوامل ب، ركز كده معايا، مش كده يعني التمانية دي احنا اعتبرناها ب، والواحد والاتنين والأربعة والتمانية دول العوامل اللي هم ألف. مش العوامل دي كلها ب ينفع تتقسم عليها؟ اه. يبقى انا كده عرفت ان كلمة ألف تقسم ب معناها ب بتقبل الاسم على ألف. وكلمة أحد عوامل نفس الكلام، لو قلت لك ألف عامل من عوامل ب يبقى ب بتقبل الاسم على ألف. فكرة بسيطة جدا وأتمنى تكونوا فهمتوها. الجزئية اللي بعد كده معانا في درس النهاردة هي متى تكون العلاقة دالة. دلوقتي احنا عندنا أي علاقة ممكن تكون دالة وممكن ما تبقاش دالة. أي علاقة ممكن تبقى دالة، لكن هل أي دالة ممكن تبقى علاقة؟ لا، العكس غير صحيح. مش كل علاقة ينفع تقول عليها دالة، ولكن كل دالة هي في الأساس علاقة. طيب إمتى لو معايا علاقة أقول إن العلاقة دي عبارة عن دالة؟ عشان العلاقة تبقى دالة لازم شرط يتحقق. إيه هو؟ لو في بيان العلاقة لازم كل عنصر من عناصر س يظهر مسقط أول مرة واحدة بس. يعني كل عنصر من عناصر السين
يرتبط بحاجة واحدة بس في ص، ما يرتبطش بحاجتين أو بثلاثة، أو عنصر من س ما يرتبطش بحاجة خالص، ما ينفعش، مش هتبقى ساعتها دالة. يبقى عشان تبقى دالة لازم كل عنصر من عناصر س يرتبط بعنصر واحد فقط من عناصر ص، يعني يظهر كمسقط أول مرة واحدة بس في بيان العلاقة. طب لو أنا في المخطط السهمي، لو معايا مخطط سهمي، أعرف منين إن اللي قدامي دي برضو عبارة عن دالة؟ في المخطط السهمي لو لقيت كل عنصر من عناصر س خرج منه سهم واحد بس، تبقى في الحالة دي العلاقة عبارة عن دالة. طب في المخطط البياني، مش في المخطط البياني احنا بنعمل خطوط رأسية وخطوط أفقية؟ خطوط أفقية اللي هي زي السينات يعني، اللي بتبقى بالمنظر ده، خطوط أفقية كده، وخطوط رأسية اللي هي بتبقى واقفة. شايف الخطوط الرأسية في المخطط البياني؟ لو لقيت الخط الرأسي عليه نقطة واحدة بس، لو كل خط رأسي عليه نقطة واحدة بس، ده في كل الخطوط الرأسية، يبقى ساعتها برضو دي عبارة عن دالة. طيب لو العلاقة دالة، ايه الجديد اللي بيحصل عليها؟ ايه التغير اللي بيحصل عليها؟ لو العلاقة أصبحت دالة بيظهر ليها حاجة اسمها المجال، والمجال المقابل، والمدى. مين المجال؟ أي علاقة مش هي بتكون من س إلى ص، من مجموعة لمجموعة تانية، المجموعة الأولى بتكون هي المجال، والمجموعة التانية هي المجال المقابل. فأقدر أقول إن لو كانت العلاقة هي دالة، فأقدر أقول إن المجال هو عناصر س، والمجال المقابل هو عناصر ص. طب مين المدى؟ المدى هناخد له تعريف الدرس الجاي وهقوله لك دلوقتي عشان تبقى عارفه بالمرة. قال لك المدى هو مجموعة صور عناصر مجال الدالة. يعني ايه صور عناصر مجال الدالة؟ المدى باختصار شديد جدا هو العناصر اللي في المجال المقابل، يعني في المجموعة التانية اللي بيدخل لها سهم، او العناصر اللي بتظهر كمسقط تاني. العناصر اللي بتظهر مسقط ايه؟ تاني. عشان دلوقتي في العلاقة بيبقى في البيان عندي ازواج مرتبة، كل زوج مرتب ليه مسقط اول ومسقط تاني، اهو المسقط التاني في كل الازواج المرتبة بيبقى هو ده المدى، بتبقى مجموعة عادي جدا. طيب يبقى انا عرفت المجال عناصر س، المجال المقابل عناصر ص، اما المدى هو العناصر اللي انا ارتبطت بيها من الصاد. كلام سليم، كلام سليم. طيب تعالى كده نشوف مع بعض المثالين اللي معانا دول. أول مثال بيقول لي إذا كانت س تساوي 3 و4 و5 وص تساوي 6 و7 و8 و9، بين أي من العلاقات الآتية تمثل دالة من س إلى ص. عندي مديلي 3 بيانات لعين، وبيقول لي أنهي واحد في دول بيمثل دالة. عشان أنا قلت لك الدالة لازم كل عنصر من عناصر س اللي هم الثلاثة والأربعة والخمسة يظهر مسقط أول مرة واحدة بس. طب تعالى نشوف كده أول واحدة. عندك الثلاثة ظهرت والأربعة ظهرت، هل الخمسة ظهرت كمسقط أول هنا؟ لا. يبقى كده أول واحدة دي مش دالة، دي علاقة بس مش دالة. طب تعالى نشوف تاني واحدة. التلاتة ظهرت مسقط أول أهي، والأربعة ظهرت مسقط أول، والخمسة ظهرت مسقط أول، وكل واحدة ظهرت مسقط أول مرة واحدة بس. هل دي كده دالة؟ يا مستر دي كده دالة. طيب ليه؟ عشان كل عنصر من عناصر س ظهر مسقط أول مرة واحدة بس. ما بهتمش باللي موجود في صاد، ما بهتمش دلوقتي المسقط التاني ايه، انا اهتمامي ان عناصر س تظهر مسقط اول مره واحده بس. طب تعال نشوف تالت سؤال او تالت واحده. بيان عين هنا 3 و6 و3 و7 و4 و8 و5 و9. دلوقتي العناصر بتاعت السين مثلا التلاتة، هل التلاتة ظهر مسقط اول مره واحده بس؟ لا. ده بص كده التلاتة ظهر مسقط اول مرتين، مره 3 و6 ومره 3 و7. لو في عنصر من عناصر س ظهر مسقط أول مرتين أو ثلاثة، يعني أكتر من مرة، ساعتها تبقى العلاقة دي ليست دالة. يبقى أنا كده معايا أول علاقة مش دالة، وتاني علاقة دالة، أما التالتة مش دالة. طيب خد بقى المعلومة دي عشان تسهل عليك برضو في الحلول. أنا عندي أول واحدة كان فيها زوجين مرتبين، والتانية 3 أزواج، والتالتة 4 أزواج. أنا كان قبل أصلا ما أبص على أي واحدة فيهم كنت هستبعد الأولى والتانية. ركز في الكلمة اللي هقولها. لو أنا عندي علاقة أو عايز أعرف دالة من س إلى ص، عد العناصر بتاعة السين وبتكون هو ده عدد الأزواج المرتبة عشان تبقى دي دالة. فعندي هنا السين جواها 3 عناصر، يبقى لازم العلاقة دي عشان تبقى دالة يبقى البيان بتاعها فيه 3 أزواج مرتبة. طالما دول 3 عناصر، مش كل عنصر من دول هيظهر في زوج مرتب كمسقط أول مرة واحدة بس، يبقى ده يظهر مرة يعني زوج، وده مرة يعني زوج، وده مرة يعني زوج، يبقى المفروض معايا 3 أزواج مرتبة. يبقى أنا كنت هستبعد أصلا اللي فيها زوجين واللي فيها 4 من الأول أصلا، وكنت هتأكد بس إن دي كل عنصر من عناصر س ظهر مسقط أول مرة واحدة بس. يبقى أنا كده عندي طريقتين بشتغل بيهم. طب تعالى نشوف اللي بعدها كده.
مديني مخططات سهمية وعايز نعرف مين فيهم بيمثل دالة. أول واحد، كل عنصر من عناصر س ظهر أو خرج منه سهم واحد بس، تبقى دالة. طب تاني واحدة، كل عنصر من عناصر س الاتنين خرج سهم والستة سهم، لكن الأربعة عنصر ما خرجش منه أسهم. لو عندي عنصر من عناصر س ما خرجش منه سهم تبقى ليست دالة، تبقى دي برضو مش دالة. طب بعد كده، عندك الاتنين خرج سهم والأربعة سهم، لكن الستة خرج منها سهمين، كده في عنصر من عناصر س خرج منه أكتر من سهم، تبقى برضو ليست دالة. أنا كده عرفت أفرق أي علاقة قدامي هي دالة ولا مش دالة، وعرفت إن في مجال وبيكون عناصر س. يعني أنا لو سألتك مثلا في العلاقة دي مين المجال؟ المجال هيبقى 2 و4 و6، هيبقى المجموعة اللي فيها 2 و4 و6، يبقى المجال هو عناصر س. مين المجال المقابل؟ هتقول لي عناصر ص، 1 و2 و3. طب مين المدى؟ العناصر اللي دخل لها اسهم او اللي ظهرت مسقط تاني، اللي هم الواحد والاثنين والثلاثه برضه. فهمنا كده الجزئيه دي؟ تعالى ناخد امثله عليها. عندي هنا مثال بيقول لي اذا كانت س تساوي -5 و3 و0، وص تساوي -3 و-2 و0 و5، وكانت عين علاقه من س الى ص، حيث ا ع ب تعني ان ا معكوس جمعي للعدد ب. ايه معكوس جمعي ده؟ فاكر يعني ايه معكوس جمعي؟ المعكوس الجمعي للعدد كان بيبقى نفس العدد باختلاف الإشارة، نفس العدد باختلاف الإيه؟ الإشارة. يعني مثلا لو أنا قلت لك 3، مين معكوسها الجمعي؟ معكوسها الجمعي هو -3. لو قلت لك مثلا -6، مين معكوسها الجمعي؟ يبقى -6. يبقى المعكوس الجمعي بنغير إشارة العدد فقط لا غير. طب لو قلت لك الصفر، مين المعكوس الجمعي للصفر؟ الصفر برضه. يبقى الصفر هو معكوس جمعي لنفسه. أنا كده عرفت خلاص إيه هو المعكوس الجمعي. طيب تعالى كده نبدأ نحل المسألة دي. عندي هنا بيقول لي إيه؟ خلاص أ تنتمي لس وب تنتمي لص. بيبص هنا بيقول لك معلومة خد بالك منها، بيقول لك أ لا تساوي ب. خد بالك أنا أ وب مش عايزهم يساووا بعض. طيب هنا -5، مين المعكوس الجمعي للسالب 5؟ الموجب 5. طب التلاتة، مين المعكوس الجمعي للتلاتة؟ -3. طب الصفر، مين المعكوس الجمعي بتاعه؟ الصفر برضو، بس هنا هيبقى الألف والب متساويين، وأنا قايل لك عندك شرط في المسألة إن الألف وب ما يساووش بعض، ألف وب ما يساووش إيه؟ بعض. وبناء عليه هيبقى هنا بيان عين في زوجين مرتبين بس هما -5 و5 و3 وسالب 3. يبقى أنا كده عندي بيان عين يساوي مين؟ -5 معكوسها الجمعي 5، والتلاتة معكوسها الجمعي -3، والصفر مش هينفع اعمله لان هو اداني شرط ان الالف ما تساويش ب. لكن لو كان الشرط ده مش موجود كنت هكتب زوج مرتب هو صفر وصفر عادي جدا. امثل بالمخطط السهمي، خلاص انت حفظتها بقى. ادي السين وادي الصاد، -5 و3 وصفر، والصاد -3 و-2 وصفر و5. هنا جوه مستطيل وهنا برضو مستطيل. -5 ارتبطت بالخمسة والتلاتة ارتبطت بالسالب 3 فقط لا غير. طيب يجي بقى السؤال اللي احنا مستنيينه، هل عين دالة ولماذا؟ قدامك كده، هل كل عنصر من عناصر س ظهر في بيان العلاقة كمسقط أول مرة واحدة بس؟ لا، لأن الصفر أحد عناصر س ما ظهرش، يبقى كده دي ليست دالة. يبقى أنا هقول له عين ليست دالة. طب ليه؟ لأن ممكن تقول له لأن بعض عناصر س، أو تحدد له لأن الصفر وده بينتمي لس لم يظهر كمسقط أول مرة واحدة. يبقى كده ليه؟ الصفر اللي موجود في س ما ظهرش كمسقط أول ولا مرة خالص. دي مسألة بسيطة جدا جدا جدا. يلا بقى يا أبو الأبطال، حل أنت بقى لوحدك المسألتين دول، وبعد ما تحلهم شوف الحل بتاعهم. طيب أول سؤال أقول لك كده فكرته بسرعة، بيقول لك العلاقة اللي بينهم أ ب تساوي 1. كلمة أ ب معناها إيه؟ يعني أ وب لما أضربهم في بعض يديني 1. فأنت هتجرب تاخد مثلا أ بواحد، اضربها في كل دول، شوف مع مين فيهم هتدي لك 1. فهتلاقي الواحد هترتبط بالواحد بس، لكن واحد في نص بنص، واحد في تلت بتلت، واحد في خمس بخمس. لو مسكت الاتنين، 2 في 1 ب2 ما تنفعش. طب 2 في نص بواحد، يبقى هتلاقي الاتنين هترتبط بالنص. وكذلك بقى شوف انت بقى التلاتة هترتبط بمين وحلها. بعد ما تحلها يلا بقى تابع الحل معايا. دلوقتي بيان عين، انا قلت لك أ ب مسقط الاول ومسقط الثاني لما اضربهم في بعض يديني 1. فعندك الواحد
هيرتبط بالواحد، وقلنا الاتنين هترتبط بالنص. هتجرب تضرب عادي. طب التلاتة هتجرب تضربها في كل دول. تلاتة في واحد بتلاتة، تلاتة في نص واحد ونص، تلاتة في تلت بواحد. يبقى التلاتة لو ضربت في تلت هتديني واحد، يبقى هي دي اللي هتنفع معاها. يبقى تلاتة هترتبط بالتلت. وشكرا. ادي بيان عين. امثلها بمخطط سهم انت عارف. طب بعد اذنك، عندي دالة ولا لا؟ هل كل عنصر من عناصر س الواحد والاثنين والتلاتة ظهر كمسقط أول مرة واحدة بس؟ اه. يبقى دي دالة. يبقى أقول له نعم دالة. ليه؟ لأن وتشرح لي. كل عنصر من عناصر س ظهر كمسقط أول مرة واحدة فقط. مسألة بسيطة جدا. طب تعال نشوف اللي بعدها. يقول لي إذا كانت س تساوي 2 و3 و5، برضو حاول تحلها بنفسك، بعد كده كمل الحل معايا. وص تساوي 4 و6 و8 و10، وعين علاقة من س لص حيث أ ع ب تعني أن 2 أ تساوي ب. 2 أ يعني 2 نضربها في أ. يعني العنصر اللي اسمه أ اللي أنا هجيبه من السين لو ضربته في 2 الناتج هو ب. فأنا همسك الألفات بتاعتي اللي هي في س أضرب كل واحد في 2. ف2 في 2 ب4، يبقى الاتنين ترتبط بالأربعة. طب 3 في 2 ب6، يبقى التلاتة ترتبط بالستة. طب 5 في 2 ب10، يبقى الخمسة ترتبط بالعشرة. سهلة جدا. يبقى كده لو أنا هكتب بيان عين، هيبقى بيان عين معايا مين؟ الاتنين ارتبطت بالأربعة، والتلاتة ارتبطت بالستة، والخمسة ارتبطت بالعشرة. بسيطة جدا. هل عين دالة؟ ولماذا؟ وإذا كانت دالة اذكر مداها. هل العلاقة اللي قدامك دي دالة؟ هل كل عنصر من عناصر س ظهر مسقط أول مرة واحدة بس؟ يبقى هقول له نعم عين دالة، لأن كل عنصر من عناصر س ظهر كمسقط أول مرة واحدة فقط. طب عايزين نذكر مداها. عايز أجيب مدى الدالة، عشان أنا قلت لك المدى هو العناصر اللي أنا ارتبطت بيها، العناصر اللي داخل لها سهم. العناصر اللي في بيان الدالة أو في بيان العلاقة بتظهر كمسقط تاني بس. مين ظهر كمسقط تاني؟ الأربعة والستة والعشرة، هم دول اللي ظهروا مسقط تاني. يبقى هو ده المدى. يبقى مدى الدالة بيساوي 4 و6 و10. حطهم جوه قوس مجموعة كده عادي جدا. مسألة جميلة جدا ورائعة. تعال نشوف كمان مسألتين سهلين كده، بيجوا كتير في الامتحانات على فكرة. يقول لي إذا كانت س تساوي 1 و3 و5، وكانت عين دالة على س. ويعني إيه عين دالة على س؟ يعني عين دالة مجالها س، ومجالها المقابل هو كمان س. كلمة دالة على س يعني المجال والمجال المقابل هما س. يعني من مجموعة لنفسها، اللي أنا هشرحها لك بالتفصيل كمان شوية. خلص المسألتين دول وناخدها على طول. طيب يبقى دالة على س يعني من مجموعة لنفسها. حلو قوي. مش عين دالة يعني كل عنصر من عناصرها بيظهر مسقط أول مرة واحدة بس؟ طيب جميل جدا. دلوقتي أنا المفروض الواحد والتلاتة والخمسة كل واحد منهم يظهر مسقط أول مرة واحدة بس. دلوقتي هل الخمسة ظهرت كمسقط أول؟ لا. طب التلاتة ظهرت كمسقط أول؟ لا. طب الواحد ظهر كمسقط أول؟ في بيان العلاقة أهو الواحد ظهر مسقط أول، لكن التلاتة والخمسة لسه ما ظهروش. فكده المفروض ان الالف والب دول واحدة فيهم تكون تلاتة وواحدة فيهم خمسة. طب مين تلاتة ومين خمسة؟ الله اعلم، ما نعرفش. طب هو عاوز مني ايه في السؤال ده؟ ده هو عايز نعرف له الف زائد ب بكام. عاوز القيمة العددية للمقدار الف زائد ب. معلش دخلت في التانية على طول وسبت المدى، بس ايه هنجيلها دلوقتي. عاوز القيمة العددية للمقدار الف ب. انا المفروض ان الف ده مسقط اول وب مسقط اول، وعندك المسقط الاول في الزوج المرتب الثالث هو الواحد. المفروض طالما دي داله يبقى الواحد والثلاثه والخمسه يظهروا كمسقط اول، كل واحده تظهر مره واحده. الواحد ظهر خلاص، يبقى فاضل الثلاثه والخمسه. يبقى الالف والب دول واحده ثلاثه وواحده خمسه، وما اعرفش مين فيهم الثلاثه ومين فيهم الخمسه. بس مهما كان، لو كانت الالف بثلاثه والب بخمسه، هي لو كانت الالف بخمسه والب بثلاثه، لان في الحالتين مجموعهم بكام؟ بثمانيه. يبقى القيمة العددية للمقدار أ زائد ب هتساوي 3 زائد 5 تساوي 8. ما فيهاش أي مشكلة. طب الجزئية الأولى من السؤال بقى اللي احنا أخرناها دي، عاوز المدى. أنت خلاص عرفت المدى بيجي إزاي. العناصر اللي ظهرت مسقط تاني. مين ظهر مسقط تاني؟ التلاتة والواحد والخمسة. يبقى مدى الدالة
بيساوي مين؟ 3 و1 و5، مفيهاش أي مشكلة. طيب السؤال اللي بعده نفس الكلام، بيقول لي بيمثل المخطط السهمي ده بيمثل العلاقة من المجموعة س إلى المجموعة ص، حيث س تساوي -1 و3 و4 وص تساوي 1 و2 و4 و8. عاوز نكتب له بيان العلاقة. يا عم سهلة جدا، ادي بيان ع يساوي، اشوف كل عنصر من عناصر س ارتبط بمين. فأول عنصر -3 خرج منه سهمين، سهم للواحد وسهم للتمانية، يبقى -3 ده ارتبط بالواحد وارتبط بالتمانية. طب اللي بعده الواحد خرج منه سهم للاتنين بس، طيب الأربعة خرج منها سهم للأربعة بس. بيقول لي هل ع دالة ولماذا؟ قدامك كده، هل ع دي دالة؟ لا طبعا مش دالة. ليه؟ علشان في عنصر من عناصر س اهو -3 خرج منه سهمين مش سهم واحد. يبقى كده اقدر اقول له ان ع ليست دالة. ليه؟ لان مين معاك المشكلة؟ -3 ارتبط بحاجتين، -3 ارتبط بمين؟ عيني يعني على علاقة بمين؟ ارتبط بالواحد وبالتمانية. اقدر اقول له كده، او اقول له لان -3 وهو احد عناصر س، تكتبها له كده باللغة العربية، وهو احد عناصر س ارتبط باكثر من عنصر من عناصر ص. بسيطة جدا. طب تالت سؤال معايا في المسألة دي بيقول لي ايه؟ ما قيمة س إذا كان الزوج المرتب س و2 ينتمي لبيان العلاقة؟ دلوقتي في زوج مرتب مسقطه التاني 2، عاوزين نعرف مسقطه الأولاني، أدور في بيان العلاقة. هل المسقط التاني 2؟ لا. هل المسقط التاني 2؟ لا. هل المسقط التاني 2؟ هو ده 1 و2، هو ده اللي مسقطه التاني 2. طب كده مين مسقطه الأول؟ الواحد، يبقى كده السين تساوي 1 زي ما خدناها في مسألة قبل كده. يبقى كده هقول له في تالت حاجة السين بتساوي كام؟ تساوي 1، وفهمنا فكرتها. مسائل في منتهى الروعة، أتمنى إن انتوا تذاكروها كويس لأنها بتيجي كتير جدا في الامتحان. وكده احنا هنبدأ في آخر جزئية معانا في حصة النهاردة، اللي هي العلاقة من مجموعة لنفسها. طب باختصار شديد جدا، يعني ايه العلاقة من مجموعة إلى نفسها أو العلاقة على مجموعة؟ معناها إن أنا بيبقى عندي مجموعة واحدة بس مش مجموعتين، وعايز اعمل من المجموعه دي علاقه تربط عناصرها ببعض. بمعنى اخر ان انا بعمل علاقه مسقطها الاول هيبقى من المجموعه س، والمسقط الثاني في الازواج المرتبه برضو من المجموعه س. يبقى انا عندي هنا المجال هو عناصر س، طب المجال المقابل برضو عناصر س. طيب جميل جدا. انا دلوقتي سؤالها بيجي ازاي؟ يقول لي اذا كانت س تساوي -2 وسالب 1 وصفر وواحد 2. بص كده صيغه السؤال، يقول لك وكانت عين علاقه معرفه على س، يعني دي علاقه معرفه على س، يعني مجالها س ومجالها المقابل برضو هو س. حيث أ ع ب أي زوج مرتب علاقتهم ببعض إن أ هو المعكوس الجمعي للعدد ب. أ هو المعكوس الجمعي للعدد ب. فاكر حكاية المعكوس الجمعي؟ المعكوس الجمعي اللي هو نفس العدد باختلاف الإشارة، بس المرة اللي فاتت كان قايل لك إن أ ما تساويش ب، لكن المرة دي ما جابلكش الشرط ده، فينفع أ تساوي ب عادي. أنا دلوقتي همسك الألفات، مش الألف بجيبها من السين وب برضو بجيبها من السين. تعالى يا عم نمسك الألفات كده على جنب، اللي هي -2 وسالب 1 وصفر وواحد واتنين. ادي الالفات اللي قدامي. بعد اذن حضرتك، مش المعكوس الجمعي قلنا بيبقى نفس العدد باختلاف الاشاره؟ فانا دلوقتي عشان اجيب المعكوس الجمعي انا عايز اجيب الب. مين المعكوس الجمعي بتاع -2؟ موجب 2. مين المعكوس الجمعي بتاع -1؟ الواحد. المعكوس الجمعي للصفر صفر، للواحد هو -1، للاتنين هو -2. جميل جدا، انا كده قدرت اكون الازواج المرتبه. طب اخر خطوه بقى قبل ما اكتب بيان العلاقه دي، عايز اتاكد ان الازواج المرتبه دي موجوده كلها فعلا، مسقط اول ومسقط تاني موجودين في المجموعه اللي معايا. هنا مثلا -2 هترتبط بالاتنين، هل العنصرين دول موجودين في المجموعه س؟ موجودين. طب السالب والواحد، واحد والواحد موجودين، صفر وصفر موجودين، واحد وسالب واحد موجودين، اتنين وسالب اتنين موجودين. لو كنت لقيت اي عنصر من العناصر دي في، او يعني الازواج المرتبه دي فيها مسقط من المساقط مش موجود في س، يبقى كده الزوج المرتب ده كله مش هينفع يتكتب. خلاص كده. يبقى انا معايا هنا هقدر اقول له ان بيان العلاقه بيساوي، يلا كده قلنا -2 ترتبط بالاتنين، -1 مع الواحد، وبعد كده صفر مع صفر، وبعدها 1 مع -1 و2 مع -2. بسيطه جدا. عايز امثلها بمخطط سهمي او بمخطط بياني، الاتنين سهلين. مخطط سهمي ادي س وبعدها بشويه س برضو، لان هي المجال وهي المجال المقابل. -2 -1 صفر 1 2. هنا نفس الكلام، -2 -1 صفر 1 2.
والباقي انت خلاص حفظته. السالب 2 خرج منها سهم للاتنين، السالب 1 للواحد، الصفر للصفر، الواحد للسالب 1، الاتنين للسالب 2. والمخطط البياني انت هتعرف تعمل. المثال اللي قبل الأخير في حصة النهاردة بيقول لي إذا كانت س تساوي 1 و2 و3 و4 و9، وكانت عين علاقة معرفة على س، يعني المجال والمجال المقابل هما س، حيث أ ع ب تعني أن أ تساوي جذر ب. لكل أ وب ينتموا لس اكتب بيان عين ومثله بمخطط ديكارتي. طيب يعني إيه أ تساوي جذر ب؟ أ تساوي جذر ب يا جماعة ركز كده معايا، هو الجذر التربيعي لعدد. مش ده الحاجة اللي لو ضربت في نفسها تدينا الحاجة التانية؟ يعني مثلا أنا عاوز أجيب الجذر التربيعي للأربعة، مين اللي لو ضرب في نفسه يدينا الأربعة؟ الاتنين. طيب عايز أجيب الجذر التربيعي للتسعة، مين يتضرب في نفسه يديني تسعة؟ التلاتة. وهكذا. طيب أنا دلوقتي بقول لك العلاقة دي من المجموعة س لنفسها، يعني الألف والب هما الاتنين بتوع السين، هما الاتنين عناصر السين. يعني لو الألف 1 و2 و3 و4 و9، عندك الب برضو هتبقى حاجة من دول، 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 9. طب أنا عايز أعرف مين يرتبط بمين، هعمل إيه في المسألة دي؟ بكل بساطة مش أنا بقول لك أ بتساوي جذر ب، هي لو قرأتها بالعكس إن جذر ب يساوي أ. جذر ب يساوي أ، يعني أنا لو خدت الجذر التربيعي للعناصر بتاعة الب دي، الناتج هو الألف اللي المفروض نرتبط بيها. فمثلا لو جيت أخد الجذر بتاع الواحد، جذر الواحد بواحد، يبقى الواحد المفروض يرتبط بالواحد. طب جذر الاتنين، جذر الاتنين ملهاش جذر، الاتنين ده عدد ليس له جذر تربيعي، وبالتالي ده مش هيرتبط بحاجة. طب جذر التلاتة ملهاش جذر تربيعي، يبقى مش هترتبط بحاجة. طب جذر الأربعة، جذر الأربعة بيساوي 2، يبقى الأربعة هترتبط بالاتنين. طب جذر التسعة، جذر التسعة 3، يبقى التسعة ترتبط بمين؟ بالتلاتة. بس خد بالك ما تنساش أنا هنا بجيب الجذر بتاع الب، وأنا لما بكتب الأزواج المرتبة هكتب ألف الأول، يبقى أول زوج مرتب معايا هو 1 و1، تاني زوج مرتب هو 2 و4، تالت زوج مرتب هو 3 و9. يبقى أنا كده هجيب بكل بساطة هقول له بيان عين يساوي، هنا بيان العلاقة أنا معايا 1 و1، وبعد كده الزوج المرتب التاني هو 2 و4، والزوج المرتب التالت هو 3 و9. عندك العلاقة اللي بينهم أ بتساوي جذر ب، لو مسكت البهات اللي معاك هنا وجبت جذرها، جذر الواحد 1، جذر الأربعة 2، جذر التسعة 3. بسيطة جدا جدا جدا. آخر مسألة معايا في الحصة بتقول لي إذا كانت س تساوي 3 و2 و1 وصفر ونص وتلت، وكانت عين علاقة على س من س لنفسها، حيث أ ع ب تعني أن أ معكوس ضربي للعدد ب. إيه المعكوس الضربي ده؟ هنفتكره دلوقتي. لكل أ تنتمي لس وب تنتمي لس برضو، اكتب بيان عين ومثله بمخطط سهمي، واذكر مع بيان السبب هل عين تمثل دالة أم لا. طيب بالراحة كده معايا، يعني ايه معكوس ضربي؟ معكوس الضرب لأي عدد هو العدد اللي لو اتضرب فيه يديني واحد. مثلا لو معايا 3، التلاتة محتاجين نضربها في كام عشان تبقى واحد؟ التلاتة محتاجة تتضرب في تلت، أو التلت ده هو المعكوس الضربي للتلاتة. مستار أنا دماغي بتوجعني بسرعة، أنا من الآخر أنا مش هقعد أشوف مين يتضرب في كام عشان تديني واحد. أعمل إيه عشان أعرف المعكوس الضربي؟ شقلب العدد. يعني إيه شقلب العدد؟ يعني التلاتة مثلا ده عدد صحيح، مش أي عدد صحيح بيبقى مقامه واحد، اقلبه، بدل ما هو 3 على 1 هتخليه 1 على 3. أي عدد صحيح في الدنيا هو في الأساس كسر مقامه 1، فالتلاتة معناها 3 على 1، الأربعة معناها 4 على 1، معكوسها أشقلب يبقى 1 على 4. يبقى المعكوس الضرب لأي عدد شقلبه على طول، حوله كسر وشقلبه. طب نيجي للصفر، هل الصفر ليه معكوس ضربي؟ لا. ليه؟ مش أنا في الأول بتاع الشرح كده لما جيت أكلمك قلت لك المعكوس الضربي للعدد ده اللي لو ضربناه في العدد هيديني واحد؟ هل الصفر ممكن يتضرب في أي حاجة فيديني واحد؟ لا طبعا، لأن صفر في أي حاجة بصفر، وبالتالي الصفر ده ليس له معكوس ضربي. يبقى احنا كده اتفقنا خلاص، أي عدد صحيح معكوسه الضربي أخلي له مقام واحد وشقلب. الصفر ملوش معكوس ضربي. طب لو أنا معايا كسر، إيه المعكوس الضربي لأي كسر؟ شقلب الكسر مش أكتر. يعني لو معايا كسر اسمه 1 على 2، معكوسه الضربي يبقى 2 على 1، وطبعا 2 على 1 ب2. لو معايا كسر اسمه 1 على 6 مثلا، معكوسه الضربي يبقى 6 على 1،
و6 على 1 تساوي 6 وهكذا. يبقى احنا كده فهمنا خلاص بكل بساطة الفكرة بتاعت المعكوس. طيب تعالى بقى نمسح الكلام ده ونبدأ نحل المسألة بتاعتنا. بيقول لي إذا كانت س تساوي 3 و2 و1 و0 ونص وتلت، عايزين بقى نمسك دلوقتي كل عدد نجيب له معكوسه الضربي. أنا عايز أكتب بيان عين، آدي بيان عين يساوي. أبدأ بأول عدد معايا 3. مين المعكوس الضربي للتلاتة؟ التلاتة ده عدد صحيح، أصله 3 على 1 يبقى معكوس الضربي 1 على 3. يبقى التلاتة هترتبط بالواحد على 3. يبقى معاك 3 هترتبط بواحد على 3. ماشي هايل. اللي بعده الاتنين، أصلها 2 على 1 يبقى معكوسها 1 على 2. يبقى 2 هترتبط بالواحد على 2. اللي بعده الواحد، الواحد معكوس الضرب هو نفسه. الواحد نضربه في كام عشان يدينا واحد؟ هضربه في واحد برضه، يبقى الواحد هيرتبط بنفسه. طيب الصفر، مش قلت لك الصفر ملوش معكوس ضربي؟ يبقى الصفر مش هيرتبط بأي حاجة خالص طالما دي علاقة على س بتجرب في كل عناصر س عادي جدا. طب النص، مين معكوسه الضربي؟ 1 على 2 معكوسها 2 على 1 اللي هي 2، يبقى النص هيرتبط بالاتنين. يبقى معاك النص يرتبط بالاتنين. طب اخر واحده التلت، اكيد انت خلاص فهمتها، التلت معكوسه الضربي هو التلاتة. يبقى التلت 1 على 3 معكوسها تبقى 3 على 1 ب3. مساله بسيطه جدا، مخطط السهم سهل عليك ان انت تعمله. هتكتب س وبعدها بشويه س وتحط عناصرها وانت عارف هتخرج اسهم ازاي. اذكر مع بيان السبب هل عين تمثل دالة أم لا من غير ما أنا ما أقعد أرهق نفسي. دي ليست دالة طبعا. ليه؟ علشان احنا الصفر ما خرجناش منه أي أسهم خالص، أو الصفر ما ظهرش كمسقط أول خالص. يبقى أنا هقول له عين ليست دالة. ليه ليست دالة؟ لأن العنصر اللي اسمه صفر اللي بينتمي للسين لم يظهر كمسقط أول. بس كده مش اي مشكله. حصه النهارده كانت طويله شويه بس حصه مهمه جدا. حاولت اجمع لك على قد ما اقدر، جمعت لك اهم المسائل اللي بتيجي في الامتحانات واهم الافكار في الدرس ده. يا ريت تذاكرها كويس واشوفكم ان شاء الله الحصه الجايه. ويا ريت ما ننساش بقى نعمل لايك بقى كده وشير للفيديو عشان كل زمايلك يستفادوا، واشترك